بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزه اقول لكم كل اللي بياكل الكفته دي من ايدي لازم يطلبها مني تاني. فعايزه اقول لكم بقى النهارده هتاكلي احلى كفته لو جربتيها بالطريقه دي. بجد اي حد هيدوقها من ايدك هيفكرك ان انت شاريها جاهزه وجايباها من محل بقى كده شوي ايه فخم. يعني هنعمل النهارده كفته الحياتي بطعم بطعم وريحه الفحم من غير ما نشوي على فحم ولا اي حاجه. بس اهم حاجه كده بقى الفيديو ده لو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك. لو انت لسه اول مره تشوفي قناتي اشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بقى كده على طول نبدا. بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. زي ما انتم شايفين كده معايا كميه كده من البصل، هبدا كده اقطعها كده ايه تقطيع كده هو عشوائي. وبعد كده هبدا احطهم في الكبه واحط معاهم كده هو فلفل اخضر. لو بتحبي بقى الفلفل الحامي حطي فلفل حامي، بتحبي الفلفل بارد حطي فلفل بارد. بس هو بصراحه الفلفل الحامي يعني بيدي ايه طعم كده هو، حتى لو كان حته صغيره من الحامي والباقي بارد. بس انا على الحظ بقى ما كانش عندي الا فلفل كوبي، والفلفل الكوبي مش حامي. بس انا جايبه كده هوت ايه خلطه كده احطها عليه فيها سنه حماين كده شويه. حطيت كده فصين 3 من الثوم، بيدوا كده نكهه حلوه جدا للكفته. بس ما تكتريش يعني، لو فص كبير. انا الكلام ده هعمله على كيلو كيلو ونص من اللحمه المفرومه. فحطيت عشان كده حطيت 3 فصوص ومش كبار. يعني انت لو هتعملي نص كيلو حطي ايه فص واحد. ضربتهم بقى كلهم كده مع بعض وبعد كده صفيتهم. وهاخد المية دي كده احط عليها نقطة خل كده وشوية كده من الملح، واركنها بقى كده على جنب، وممكن رشة من الفلفل الاسمر عشان خاطر هنبقى نصبع بيها في الاخر. حطيت بقى شوية كده من الفلفل الاسمر حلوين وشوية ملح، ومعايا البهارات ديت. الكيس ده الكبير دوت بيبقى الخلطة دي يعني ايه بتزود كمية اللحمة المفرومة وفي نفس الوقت برضو بتديها طعم حلو. والكيسين الصغيرين دولت بقى دولت بيدوا طعم الكفتة المشوية اللي هي زي اللي بيجيبها من بره. يعني فيها كمية بهارات حلوة جدا. اللي انا بفضيه دلوقتي ده بيتحط على نص كيلو، فانا عاملة كيلو ونص، فعشان كده حطيت كيسين من خلطة الكفتة وكيس من اللي هو بتاع اللحمة المفرومة. ومعايا ربطة بقدونس كده مش كبيرة قوي، وشوية كده من البابريكا. وحطيت دلوقتي كده هوت معلقتين كده كبار من النشا. وسنة كده من القرفة اللي هي الناعمة. معايا بقى حتة ليا كده او دهنة. بتدي طعم حلو جدا للكفتة كده هوت. وبتديها ريحة، بالذات كمان ان انا حطها ليا ضاني. لو ما عندكش ليا ضاني وعندك اي دهنة، بس دهنة تكون كويسة كده هوت حطيها كده هوت. بتدي طعم حلو. انما لو اللحمة بتاعتك نفسها سمينة زيادة ما تحطيش بقى دهنة انت. خلاص خلاص بشرتها كده، وممكن تضربيها في الكبة. المهم ان انت تنعميها كويس. بعد ما بشرتها بقى كده كويس ونزلتها بالشكل ده، همسك بقى كل الخليط ده كده اعجنه مع بعض كويس. عايزه اقولك بجد والله بتبقى احلى بتاعت بره. يعني انا اعرف واحده ساعات تقول لي انا بعملها بره وكلتها عندها ما كانتش بالجمال ده. حطيت عليهم كمان شويه كده من البيكنج باودر عشان الكفته ما تكشش معانا قوي. انا شلت حبه كده من الخليط لان انا معايا كيلو لحمه لوحده ومعايا نص لوحده بتاع حد يعني ايه اعرفه كده، وقال لي اعملي لي معاكي نص كيلو ده. فانا خليت كل بقى لحمه لوحدها، بس عملت الخلطه على بعض وقسمتها يعني تلات تلات. خليت تلتين للكيلو وتلت للنص كيلو يعني عشان تبقى مظبوطه. همسك بقى اهم حاجه اللحمه دي اعجن فيها كده كويس كأنك بتعجني في عجينه، لحد ما تحسي ان كل الخليط بقى يعني البصل واللحمه كله بقى نسيج واحد كده واللحمه تبقى ناعمه معاكي عشان لما نيجي نصبحها ما تقعش مننا. وده السر بقى المهم اللي بيدي الكفته تماسك. وطبعا بتظبطي بقى ملحك وكل حاجه. بصوا بقى اللحمه بقت عامله ازاي، بقت عامله شبه العجينه كده متماسكه في بعضها. هسيبها بقى كده على جنب. ده الكيلو، وهعمل بقى النص كيلو اهو زي ما انتم شايفين. انا عشان دي برضو نوع ودي نوع فما عملتش الاتنين مع بعض، كنت ممكن اعملهم مع بعض وبعد كده بقسم بعد ما تستوي. بس انا حبيت اخلي كل لحمه لوحدها. خدت شويه خلطه من هنا حطيتهم هنا، ودي كانت يعني كان فيها زي شويه تلج كده. فبدات برضو هعجنها زي التانية بالظبط. بس هتلاقي في الاخر برضو مع ان نفس الخليط هو اللحمه لونها بيختلف. وده اللي هيبين لكم ان في الفيديو دوت ان انا عامله خلطه واحد، وبس في الاخر لون الكفته مختلف بسبب نوع اللحمه. هعجن بقى فيها كده كويس وافرمها كده كويس لحد ما تبقى برضو
خليط واحد كده زي التاني. انا كنت حطيت حته خلطه كده شويه تاني، حسيت ان الخلطه كانت يعني ايه كتيره على التانية. فبصوا بقى الفرق ما بين دي ودي. هنا بقى ايه، انا مسكت الميه بتاعت البصل دي قلبتها كده كويس، وممكن لو انت حابه تحطي لها معلقه صلصه او حاجه حطي لها. هبدا بقى اخد كده حته كده على قد ما انت حابه تعملي صباع الكفته بتاعك، إيه كبير او صغير. بجيب بقى معايا ايه اللي في ايدي دي، عصايه شيش طاووق بتاع 2 3 في بعض كده، ولفاهم بسولوتيب كده او بحاجه، يعني مخليهم خشبه كده اهوت زي ما انتم شايفين. إيه، ودي عندي ليها فتره بصراحه. بغسلها كده وبحطها مع المعالق والشوك كده اهوت، من المحتاجه بلاقيها. بعمل فيها كده بتديني فراغات من جوه للكفته عشان تبقى مستويه من جوه، وفي نفس الوقت كده تبقى طعمها حلو. هنا لقيت حته فلفلايه كده كبيره، رحت شايلاها. خلاص كده بعوص ايدي في ميه البصل، وببدا ايه اشيل كده اصبع الصبع زي ما انتم شايفين، وما بيقعش منها يعني بكل سهوله. بنعملها اهي قدامكم، ما بتاخدش وقت وما بتقعش من السيخ ولا حاجه. لو حابه تعمليها إيه على عصايه شيش طاووق اللي هي التخينه شويه دي، وتسويها بيها برضو، هتبقى متماسكه فيها وتبقى جميله. هنا بقى عملت الكميه كلها، وبصوا لون اللحمه فعلا مختلف ازاي. عايزه اقول لكم اللحمه اللي هي في الصينيه الكبيره دي لحمه بلدي، والتانية مجمده. وساعات المجمده والله بتبقى برضو لونها مش كده، بس انا بصراحه مش بحب قوي اللحمه اللي بتبقى لونها محمر قوي زياده بحس ان فيها ايه حاجه زياده. انا بقى كنت بحب احط جوز الطيب، بس انا نسيت احطها في الخلطه. فرحت جايه ايه بشرها كده، واحط عليها شويه من ميه البصل، وهبدا كده اجيب الفرشه، وابدا ايه ان انا يعني ادهن كده ايه وش الكفته. عايزه اقول لكم الكفته دي انا صبعتها بالليل، وقمت تاني يوم بقى الصبح عشان كنا رايحين بقى نتفسح وناخدوها معانا. كنا رايحين النزهه اللي هي في اسكندريه او حديقه الحيوانات. فبدات كده بقى ايه ادهنها بالشكل ده، وادخلها بقى الفرن. جوز الطيب في ناس بتحبهاش، بس هي بصراحة بتدي نكهة حلوة حتى لو كان قليل منها. يعني انا ممكن اخد ربع واحدة كده وابشرها واحطها في الحاجة، بتدي طعم. بالذات الحاجة اللي فيها لحوم، اي بقى حاجة يعني بتعملي طاجن حاجة كده هوت فيه لحمة، جوز الطيب بصراحة بيديله نكهة حلوة. خلاص دهنتهم بقى كلهم بالشكل ده، وهبدأ بقى كده ايه ادخلهم على فرن سخن جدا، على اعلى درجة حرارة. بشغل من فوق ومن تحت عشان ما تنشفش معاكي في الفرن. شغلي من فوق ومن تحت. وزي ما انتم شايفين كده اهوت، انا بس ايه زودت عليها التسويه شويه من تحت، بس برضو هتوريكم ازاي ان هي طريه من جوه. حطيت بقى كده فحمايه كده في ورقه ألمونيا، عملتها شبه الطبق كده، وحطيت عليها نقطه زيت بالشكل ده، وهغطيها كده كويس. عايزه اقول لكم بقى انت بتاكلي كفته كانك جايباها من بره مشويه على الفحم، بجد طعمها وريحتها تحفه. هسيبها بقى كده لحد ما ريحه الفحم ده كله يتشرب في الكفته. بصوا بقى هطلعها بقى بالشكل ده. انتي بقى مش حابه يعني بصي هي مش لازقه قوي من تحت، مجرد ما بعملها بالمعلقه السيليكون كده بتطلع على طول. ده كده الكيلو، وده النص كيلو اللي في الصينيه الصغيره. ما يعتبرش برضو كش كتير، لان احنا يعتبر حاطين دهون وكده، فالدهون دي بتسيح وبتنزل. بصوا انا عايزه كنت اوريكم بس مش واضح في الكاميرا، وانا بضغط عليها والله كده يعني طريه من جوه، وبتنزل كده ايه اللي هي الماده الدهنيه اللي فيها باينه كده فيها. اتمنى الفيديو يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ولو استفدتي من الفيديو ما تبخليش عليا بلايك. ولو انت لسه اول مره تشوفي قناه اشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد، وشيري الفيديو ده لحبايبك كل اصحابك عشان الكل يستفاد. اشوفكم باذن الله فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.